الدي سي شوك اللي هي الصدمات الكهربائيه. هنعرف الفرق ما بين الكارديو فيرجن والديفايبريليشن وامتى بنستخدمه وايه هي الاريزميا اللي بعمل لها دي سي، وده اكتر سؤال بيجي في اي انترفيو لاي مستشفى او سواء للسفر للخارج. خلينا متفقين ان الكارديو فيرجن والديفيبريليشن هما الاتنين بيدوا شحنه كهربائيه للقلب علشان يظبطوا الريزم بتاعها. طبعا عارفين ان القلب بينقبض ذاتيا نتيجه في وجود كهرباء موجوده جوه القلب. تعال بس نشوف نبذه كده صغيره مختصره عن الكهرباء دي. موجوده طبعا في القلب حاجه اسمها الاس اي نود اللي هي الساينو اتريال نود. الساينو اتريال نود هي العقده الجيب اذينيه. العقده دي مكانها موجود شويه ناحيه اليمين وهي بتطلع كهرباء في اتجاهين. الاتجاه الاول بيكون ناحيه الشمال علشان تخلي الاذين الايسر ينقبض. بعد كده الشحنه الكهربائيه بتتنقل لتحت لحاجه اسمها الاي في نود اتريو فنتريكولار نود، العقده الاذينيه البطينيه. ومنها طبعا الشحنه الكهربائيه بتتنقل عن طريق البندل اوف هيس اللي بتنقسم للرايت والليفت بندل، بعد كده الفايبر اوف باركنجي. فاذا الكهرباء اللي موجوده في القلب دي هي اللي مسؤوله ان القلب ينقبض ويطلع لك رسمه او نبضه معينه بتبقى ظاهره جدا على الاي سي جي، واللي هي بتبدا بالبي بعد كده الكيو ار اس تي. تعال بقى للمقارنه ما بين الكارديو فيرجن والديفيبريليشن او ديفايبريليشن واللي هنختصره بالديفيب. اول حاجه بالنسبه للكارديو فيرجن الموضوع بيبقى اختياري، بيبقى الكتيف بالنسبه للمريض، ممكن يتاجل على حسب رغبه المريض. لكن في الديفيب الموضوع بيبقى immediately، يعني فورا لازم يتعمل دلوقتي. لو ما اتعملش دلوقتي المريض ممكن يموت، يبقى هي حاجه emergency لايف سيفنج، انت بتنقذ المريض. في الكارديو فيرجن انت بتستخدم شحنات كهربائيه قليله بتبتدي ما بين من 25 ل 50 جول، لكن في الديفيب انت بتستخدم شحنات كهربائيه عاليه ابتداء من 150 ل 200 جول. عشان كده في الكارديو فيرجن هي اقل خطوره على عضله القلب لانها بتستخدم شحنات كهربائيه قليله. اما في الديفيب طبعا هي اكثر خطوره على عضله القلب لانها بتستخدم شحنات كهربائيه عاليه. في الكارديو فيرجن المريض لازم نديله يا اما سيديشن يا اما جنرال انستيزيا، يبقى بنديله يا اما مهدئات يا اما بنخدره تخدير كلي. لكن بيفضل ان احنا نستخدم الميدازولام او بنستخدم الدورميكام عشان المريض يهدى، تقلل الالم اللي ممكن ينتج عن الدي سي شوك. لكن في الديفيبريليشن ما بنديش حاجه لان الموضوع بيبقى امرجنسي على طول. في الكارديو فيرجن بيستخدم معاه الانتي كواجيليشن، يعني مضادات للتجلط زي الماريفان، وهعرفك النقطه دي كمان شويه ليه. اما في الديفيب ما بنستخدمش معاه اي حاجه. نيجي بقى للنقطه المهمه، ان الكارديو فيرجن بيبقى سينكرونايزد، اما في الديفيب تبقى ان سينكرونايزد. يعني ايه كلمه سينكرونايزد؟ يعني بتدي الشحنه الكهربائيه بتاعتها عند نقطه معينه هي متزامنه مع الكيو ار اس كومبلكس اللي موجوده في الاي سي جي، وبتبدا تدي الشحنه الكهربائيه بتاعتها اول ما بتطلع الويف بتاعه الار. لكن في الديفيب بيبقى طبعا الموضوع انسنكرونايزد، يعني بيدي الشحنه الكهربائيه في اي حته، مش شرط طبعا عند الار. طب ايه الحالات او الديسريزميا اللي بنستخدم معاها الكارديو فيرجن والديفيب؟ اولا الكارديو فيرجن في حالات الاي اف اللي هو اتريال فيبريليشن، اللي هي الرجفان الاذيني او بنسميها الرعشه الاذينيه. في الرعشه الاذينيه بيبقى القلب بيهتز بسرعه معينه كده، نتيجه الاهتزاز ده الدم ما بيتضخش بصوره الطبيعيه بتاعته، فبالتالي ممكن تتكون جلطات صغيره تمشي في الدوره الدمويه وتطلع للمخ وتعمل لك استروك. عشان كده قلنا ان بيستخدم معاها حاجه اسمها انتي كواجوليشن اللي هو مضادات للتجلط زي الماريفان. تاني حاجه في حالات الاتريال فلاتر، واللي بتبقى واضحه جدا في رسمه الاي سي جي، عباره عن ويفز كده فيها سنون عامله زي سن المنشار بالظبط. بعد كده الاس في تي اللي هو السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، والفي تي اللي هو فنتريكولار تاكي كارديا بس ويز بالس، ونركز في حته ويز بالس دي، يبقى ارتفاع معدل ضربات القلب البطينيه بسرعه عاليه جدا. اما في الديفيب فهم 3 حالات بس. اول حاله فنتريكولار فيبريليشن يعني الرجفان البطيني، تاني حاجه فنتريكولار تاكي كارديا بس وزود بالس. يبقى اتفقنا الكارديو فيرجن فنتريكولار تاكي كارديا ويز بالس، لكن في الديفيب فنتريكولار تاكي كارديا وزود بالس. في بس نقطتين مهمين لازم اقولهم في الكارديو فيرجن. طبعا المريض جاي لك علشان هياخد الشحنه الكهربائيه بتاعته، فانت لازم تعرفه نقطتين مهمين، ان المريض لازم يصوم على الاقل 8 ساعات، لو هو ماشي على نوكسين او الدايجوكسين لازم يوقفه لمده 48 ساعه قبل طبعا ما ياخد الشحنه الكهربائيه. المريض ده زي ما انتم شايفين الهارت ريت بتاعه 255 او 235، ده يعني ايه؟ يعني تاكي كارديا. فاذا المريض بيجهزوه تجهيز كامل علشان ياخد الصدمه الكهربائيه. زي ما احنا شايفين تقريبا كل حاجه موجوده، الحاجات الخاصه بالصدمه الكهربائيه، الخاصه بالمونيتور، الكانولا، رباط الضغط، الخاص برسم القلب. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اللاصقات بتتحط واحده على اليمين من فوق والتانيه على الشمال عند الابكس كده بالظبط. وطبعا اللاصقات افضل كتير جدا من البادز اللي موجوده لانها ما بتحتاجش جل ولا اي حاجه.
دلوقتي الدكتور بيحط مصدر للاكسجين وليكن نزل كانولا او ماسك اكسجين. Okay. Alright, here it comes, sir. احنا بقى بصينا على المونيتور كده هنلاقي ان الهارت ريت بدأ يقل تدريجي واحدة واحدة لحد طبعا ما الهارت ريت بينزل خالص. دلوقتي المريض ده عنده اتريال فيبريليشن والهارت ريت اللي هو موجود على المونيتور 50. دلوقتي بيحط اللاصقة زي ما اتفقنا، واحدة على الابكس والتانية على اليمين من فوق. مصدر طبعا للاكسجين اتفقنا اللي هو نزل كانولا او اكسجين ماسك. بيتم شحن كمية الجول اللي الدكتور بيطلبها وعلى حسب طبعا الحالة. بعد كده هنا بقى المرة دي حقن السيديشن، دكتور تخدير واقف وحقن السيديشن لمريض. Okay. And everybody clear? Yep, so We're massage. synced up? Yep, charge to 100. Yes. All right, everybody clear? Shot. Shot. وواحدة واحدة هنلاقي ان الهارت ريت بدأ يظبط ويرجع تاني يعلى. الجزئية التانية بقى، طبعا عندك أجهزة الصدمات الكهربائية موجودة عليها نوعين، يا إما حاجة اسمها مونوفيزيك يا إما حاجة اسمها باي فيزيك. كلمة مونو يعني واحدة، كلمة باي يعني اتنين. فكلمة مونوفيزيك يعني بتمشي في اتجاه واحد، يبقى الشحنة الكهربائية هتمشي من اتجاه لاتجاه واحد بس، علشان كده بيستخدم معاه شحنة كهربائية عالية اللي هو 360 جول. لكن الباي فيزيك دي أجهزة حديثة ومعناها إن الشحنة الكهربائية بتستخدم في اتجاهين رايح جاي، طبعا بتحتاج لطاقة قليلة حوالي 200 جول، وبيفضل استخدام الباي فيزيك. طب في سؤال تاني ومن اهم الاسئله اللي ممكن تتسال، هل في انواع للكارديو فيرجن؟ ايوه، في 3 انواع للكارديو فيرجن، يا اما كيميكال يا اما الكتريكال يا اما انترال. يعني ايه كيميكال؟ يعني اي ميديكيشن، اي علاج المريض بياخده علشان يعالج الديسريزميا بتندرج تحت الكيميكال، زي مثلا عندنا الكوردارو. اما الالكتريكال اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي اللي هي الصدمه الكهربائيه. اما الانترنال اللي هو الاي سي دي والاختصار لكلمه انترنال كارديو فيرجن ديفيبريليتور. طبعا هو بيبقى عباره عن جهاز صغير كده بيتحط بطريقه معينه جوه علشان يدي الشحنه الكهربائيه. طب هو انا ليه بلجأ للجهاز ده؟ بلجأ له في حاله ان المريض ده بيدخل معايا في اريزميا كتير جدا، فانا بقى مش كل شويه هجيب المريض وادي له صدمه كهربائيه، فانا بضطر ان اجيب الجهاز ده بيحس نبضات القلب، واول ما يحس ان في اريزميا يقوم يدي صدمه كهربائيه للمريض. ايه كميه بقى الجولز او الشحنه الكهربائيه اللي انا هديها للمريض؟ طبعا كميه الجولز او الشحنات الكهربائيه بتختلف سواء كانت مونوفيزيك او باي فيزيك، وبرضه على حسب الاريزميا اللي عندك. يعني مثلا في حالات الاتريال فيبريليشن لو الجهاز عندك باي فيزيك هتستخدم من 120 ل 200 جول، اما لو كان مونوفيزيك هتستخدم 200 جول. في حاله الاتريال فلاتر لو الجهاز باي فيزيك هتستخدم من 50 ل 100 جول، اما لو كان مونوفيزيك هتستخدم 100 جول. اما بالنسبه للفنتريكولار اريزميا عندك 4 انواع. بالنسبه للاس في تي والفي تي اللي هي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا والفنتريكولار تاكيكارديا وزود بالس هتستخدم معاها لو الجهاز باي فيزيك 120 ل 200 جول، اما لو الجهاز مونوفيزيك هتستخدم 200 جول. اما في حاله الفي تي ويز بالس اللي هي الفنتريكولار تاكيكارديا ويز بالس والفنتريكولار فيبريليشن لو الجهاز باي فيزيك هتستخدم معاها 200 جول، اما لو الجهاز مونوفيزيك هتستخدم معاها 360 جول. ده كان كل الموضوع بالنسبة للمقارنة ما بين الديفيبريليشن وما بين الكارديو فيرجن. ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هنشوف الاريزميا ونتكلم عليها بالتفصيل واحدة واحدة. ما تنساش بقى لو مهتم بالمحتوى بتاعنا تعمل لنا لايك على الصفحة وتشترك في القناة على اليوتيوب وتفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. سلام.